الحملة الرئاسية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. برنامج مصر القوية. المقدمة الثانية: الطريق إلى مصر القوية. المصري هو محور وأساس برنامج مصر القوية. برنامج هيحقق كل مطالب المصريين اللي عبروا عنها في الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية. المصري بطبيعته متدين. في مصر القوية الشريعة الإسلامية بينظر إليها بمفهومها الشامل اللي كله رحمة وعدل وكله سماحة وإحسان. يعني مثلا مكافحة الفقر ومحاربة الفساد ومواجهة البطالة كلها أمور ضرورية لتحقيق روح ومبادئ الشريعة اللي في الأصل هدفها تحقيق الحياة الكريمة. دلوقتي تعالوا مع بعض نفهم يعني إيه مصر القوية. فاكرين موضوع سنة 6 ابتدائي؟ لا خلوها 5 سنين، لا 6، لا خلونا نخلي الثانوية العامة 2 سنين، لا 3، لا سنة. كفاية بقى. وكأن الأهالي وأولياء الأمور والطلاب ملهمش رأي، مع إن الأمر هيأثر فيهم وممكن يبوظ للأسرة المصرية حياتها. وده كان بيحصل علشان الشعب المصري والأسرة المصرية ما كانش حد بيعبرها في الأمور المهمة اللي بتخصها. بس في مصر القوية الشعب له دور حقيقي، مستشار يتم مناقشته والحكومة تحقق له كل احتياجاته. ومن الناحية التانية الشعب بيراقب ويحاسب الحكومة وأدائها. لازم الاتنين، الحكومة والشعب، يشتغلوا مع بعض. بالبلدي كده ايد واحدة ما تسقفش. وده اللي اسمه الديمقراطية التشاركية، اللي قايمة على علاقات مشاركة ما بين الطرفين. في مصر القوية الرئيس مسؤول عن حماية الشعب، كل أفراد الشعب، مش زي زمان طبقة وناس معينة اللي كان خير مصر بيوصل لهم هم بس. في مصر القوية كل المصريين من حقهم تعليم وصحة، مواصلات، وظائف ومسكن، والحق ده اسمه المسؤولية المجتمعية. تعالوا بقى نفهم ايه هي المبادئ الأربعة لبرنامج مصر القوية. أولا، إرادة وطنية مستقلة. إرادة وطنية مستقلة معناها ببساطة محدش يقدر يفرض على بلدنا قرار أو سياسة ضد مصلحة ولادها، لا بلد أجنبي ولا طبقة داخلية. وعلشان كده في مصر القوية المشاريع كلها هدفها مصلحة المواطن أولا وأخيرا. مشاريع الاقتصاد مثلا تفيد المواطنين وتعلي من شأنهم، أما السياسات الخارجية فهي بتعلي من شأن مصر بين البلاد اللي حواليها علشان ترجع لمصر هيبتها ومكانتها. المبدأ الثاني لمصر القوية هو مفهوم جديد لعلاقة الدولة بالمواطن. بص بقى، ده معناه إن الشعب هو صاحب القرار وهو السيد، هو الكل في الكل. أما الحكومة بوزاراتها والرئيس باللي حواليه وأي حد له سلطة هو بيخدم الشعب بس. ومن ناحية تانية في قانون بيحكم الكل بالعدل والمساواة، لا ابن وزير ولا ابن فلان الفلاني يكون له حق أو مكانة أو حتى ميزة على ابن البلد العادي. النوبي زي السيناوي، والست زي الراجل، والمسن زي الشاب. القانون قانون على الكل. أما المبدأ الثالث فهو الاقتصاد المبني على التنمية الإنسانية. هتقولي إيه كلام المجعلص ده؟ أقول لك الأمر ببساطة: 2 لا و2 آه. لا للاقتصاد اللي يفيد أي دولة أو قوة خارج مصر وتضر مصلحة المصريين، ولا برضو لأي اتفاقيات ولا معاهدات اقتصادية تضر بينا يا مصريين، ولا نعمل سياسة معينة ما تكونش في صالح المصريين وخصوصا الطبقة المحتاجة. لا التانية للاقتصاد اللي يفيد طبقة معينة من رجال الأعمال أو رجال اقتصاد على حساب الغلابة. وأظن ده اللي احنا عانينا منه سنين فاتت. أنا عارف إنكم زهقتوا مني، بس فاضل المبدأ الرابع. المبدأ الرابع هو استعادة القيم والوحدة الوطنية. يعني في مصر القوية كل السياسات والخطط هدفها إننا نحقق الوحدة الوطنية. بدل ما احنا قاعدين نقطع في هدوم بعض نرجع إيد واحدة، وبدل ما احنا قاعدين نتعصب لأحزاب وجماعات وطوائف نرجع نسمع ونتعاون مع بعض علشان نعرف نبني مصر القوية. الحملة الرئاسية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. برنامج مصر القوية.